بسم الله، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم كامل أخوتي وأخواتاتي معي في هذه الفيديو، إن شاء الله تنال إعجابكم دائما مع حلويات العيد. اليوم جبت لكم صابلي بذوق الليمون، صابلي الليمون بذوق الرافاييلو. يعني وصفة بزاف بنينة وخفيفة والانتعاش ما شاء الله. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا في غيسيبيون في معون 250 غرام تاع لا مارغرين، القرصة تاع الملح اللي ما ننساوهاش، ملعقة صغيرة تاع لافاني. بغيت نوريكم الموتيف هذو اللي خدمت بهم الكاطو اللي فات تاع البيمو، وما وريت لكمش. هادو هما نص كاس تاع الزيت، نديرو كلش في رحبة. عندي كاس تاع السكر رطب سكر كلاس، عندي صفار تاع حبة بيض وحبة كاملة، عندي مبشور تاع تقريبا 2 حبات هذو كبار، درت رابيتهم يمدوا ذوق ما شاء الله. يعني واحد الصابلي واحد الكاطو ما تأمنوش، بنة بنة بنة. عندي 2 مغارف كبار تاع لانوات كوكو، قلت لكم بذوق الرافاييلو، يعني جا ما شاء الله. نحكم الباتور ونخلط مليح هذاك الميلونج باش يندمج لي الزيت، سورتو الزيت يدخل في البيض والمارغرين وكاع، باش ما يخرجليش في لازم الخلط الجيد ما يخرجش في كي نولو نطيبو في الكاطو. نخلط مليح هذوك المكونات. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، واللي مش مشتركه نقولها تفضلي حبيبتي تشتركي وفعلي زر الجرس باش الحكه من جديد من عند اختك منال. نشكركم جزيلا شيرات على تعليقاتكم المحفزه والرائعه بالبزاف، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم باذن الله تعالى. هنا شريت كي خلطت زدت كاس تاع نشا وندخل مليح. هنايا عندي لنصاص، يعني هي باكي تاع خميره، كان عندي نص ونص، هي صيرتهم يعني ينعد وحده خميره. لا ريحة الليمة مع نوات كوكو ما شاء الله. ديجا راني دايره الوصفه تاع المشوك بنوات كوكو، راها الوصفه في القناه. يعني الليم ونوات كوكو ما شاء الله، ويجي معسل روعه هذاك المشوك. نتمنى تشوفوا الوصفه وتعجبكم، اذا جربتوها راح تعجبكم. بون هنا نبداو نلمو بالفرينه، روحوا غير بالكاس وبالعقل ولموا العجينه تاعكم وتكون طريه. يعني لمي في الاولى بالمغرف ومن بعد دخلي يدك باش تعرفي القوام تاع العجينه وين راه واصل. لازم تكون العجينه طريه، جهشيش بنين، ريحه الليم مع نوات كوكو علامه. فوالا دوك ندخل يدي باش نعرف القوام تاع العجينه، يعني غير لمو الصابلي. فوالا شوفوا نغطيها، راح نشعل الفور ونوجد صوالحي ما بلا ريحه العجينه تاعي. فوالا هنا بنتي تكمل عليا، هي اللي دارت كلش، طبعت ولصقت ودارت له كلش التزيين. دوك ياخذوا خطوه نقول شوف العجينه شحال هي شابه ما شاء الله. بون هنا خيرت انا اليوم ندير القلب، اللي بدير اي طابع واحد اخر ادير، وفي نفس الوقت يعني تخير له التزيين. يعني التزيين اختياري، جوز، اللوز، بندق تقسمي الحبة على 2، الورق الذهبي، يعني اللي كاين اللي تقدري عليه ديريه. المهم ديري كما يقولوا الريحة في دارك والفال وتفرحي وليداتك. مكاش حاجة على الأقل ديري موديل ولا 2، ديري حتى لو كنتي تكوموندي كاع ديري حاجه برك ديري فيها الريحه لدارك بتحسي بهذيك البنه. اللي كانوا زمان يديروا الكاطو في الدار، يديروا غير المقروض والقريوشه وما يشرو ما يكوموندو عادي. واللي خدامه يحسن العون، يعني كل وحده والظروف تاعها. كاين اللي مريضه يحسن العون، ربي يشفي كل مريض ان شاء الله. شوفوا شريت الكريمه روعه، 125 غرام تاع لا مارغرين، مغرف كبيره تاع السكر كلاص، 2 مغارف تاع البودره تاع الشونتي، وعندي لاغوم والمعطر في لاغوم ايه والملون في نفس الوقت، يعني معطر وملون. هذا اذا كان متوفر عندك عطر الليمون لكن بدون ملون ديريه في العجينه مغرف صغير. بصح انا ما بغيتش نديره خاطر ما عنديش،
كان عندي غير هذا وهذا يلوّن العجينة ما بغيتش نديره. فوالا درت لا كريم في الفريجيدير باش تبرد، الكاطو يكون بارد هنا كي طاب يكون بارد، شوفي غبنتني في الأولى لخاطرش هي كشغل الكريمة حاكمة روحها بزاف، ندير في الحواف تكون بنتي هي اللي دير في لا فينيسيون، يعني غبنت في الأولى قلت لها خليتي لا كريم قعدت في الفريجيدير بزاف، فوالا ما بين طاب الصابلي اللي الصابلي يكون بارد. باش ما تغسلكش لا ليسونسيال. هنا في الوسط تبغي ديري ديكور جيل بذوق الليمون ديري، تكتفي بالكريمة كيما هاك تبارك، يعني الجود بالموجود يعني ولا واحد ما تكلفيش روحك حتى التم، كي يكون عندك ديري ما عندكش ما ديريش ولا المشكل زيني كيما تبغي وكيما راكي عندك في الدار. ذوبت هنا شوكولا بلون، قلت دايما نقول لكم كل 100 غرام مغرف تاع الزيت، الزيت يعطيها اللمعان في نفس الوقت يخفف لنا هذاك الشوكولا ما تجيش طبقة تكهم. درت هذا التزيين البسيط وشغل قبل ما تنشف انثروا عليها لا نوا كوكو، شوفوا الشكل شحال جا شباب، أكدوا لي غير البنة، أنا نبغي الكاطو يكون بنين بزاف، يا ما شفنا أشكال وألوان تاع كاطو والبنة كرطون صدقوني في مناسبات والحمد لله الواحد لازم كي يخدم بضمير ويدير حاجة شابة وسورتو لي كوموند يعني وحدة تخسر دراهمها فينالمون ولا غير عرايس والله العظيم هادي شتا بعيني كرطون يعني خسارة الدراهم. ها وين الصابلي بعد اللي برد وجد شوفوا الشكل ما شاء الله جا هذاك الموت كوكو مثلها ذوق منظر وذوق في نفس الوقت. ان شاء الله الوصفة راهي عجبتكم، ما تنسونيش نتوما غير بالجمل باش يطلع لنا الفيديو الاخوات بيستفادوا هما تاني ويعني هذا يرفد من عند هذا نفيد ونستفيد. شوفوا ديك الكريمه كي جات في الوسط بنتها بنه تقولي لي شحال ندير لاغوم يعني تقريبا مغرف كبيره، هي اصلا تمد اللون تمد واحد الذوق يعني انت عايش كما يقولوا. في الاخير نقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم الى وصفه اخرى ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام خياتي سلام.